عندنا شركة كبيرة مكونة من أكتر من 2000 موظف فيها قسم معين التيرن أوفر فيها عالي جدا. معنى كده إن الموظفين كل شوية بتدخل وتخرج من الشركة في جوه القسم دوت، مش معنى كده إن الشركة فيها مشكلة، لا، هو نوعية الاندستري أو البيزنس دوت الحتة دي فيها كده. طيب، الاتش ار بيبعت لقسم الاي تي كل اسبوع تقريبا ميل في شيت اكسل. الشيت اكسل ده بيكون فيه حاجتين: الموظفين اللي مشيت من الشركه والموظفين الجديده اللي جت من الشركه. طيب، اللي بيحصل ايه؟ قسم الاي تي بيجي طبعا على اول ما قسم الاي تي بيجي على الموظفين الجديده بيبدا يدخل على الاكتف دايركتوري، يكريت له الاكونت بتاعه، بعدين يكريت له الايميل، بعد كده بيروح على سيستم السي ار ام يكريت له الاكونت بتاعه، لانه طبعا هو شغال، القسم ده شغال في الحته بتاعت السيلز. بعد كده بيروح على سيستم الاتش ار يضيف الاكونت علشان البيرول بتاعته. كل سيستم من ده منفصل، مفيش سنجل ساين اون فيها، فبيضطر طبعا قسم الاي تي يعمل الكلام ده مانيوال بنفسه. طيب، ولما الموظف بيمشي بيقوم جاي قسم الاي تي نفس القصه، نفس السيناريو اللي حصل، بيبدا يدخل على الاكتف دايركتوري دي اكتيفيت، يوقف الايميل او يبعت الايميل بتاعه لحد تاني، والسي ار ام يدي اكتيفيت السي ار ام، والاتش ار سيستم يدي اكتيفيت علشان يقف من على سيستم الاتش ار. طيب، لو انا دلوقتي عندي مايكروسوفت 365 تكنولوجي وعندي شركه زي ديت والشركه دي عندها مايكروسوفت 365، طيب انا اقدر احل المشكله دي ازاي؟ وقف الفيديو شويه، فكر معايا وارجع لي تاني. طيب، بعد ما احنا رجعنا وفكرنا في السيناريو، ايه افضل سيناريو لو انا عندي مايكروسوفت 365 اقدر اعمل حاجه زي كده؟ عندي طبعا افضل حاجه في حاجه زي كده، في سيناريو زي كده، لما يكون عندي سيستمز مختلفه وسيستمز مش شايفه بعضها، لان طبعا الحل ان انا انتجريت. يعني افضل حل هنعمل ايه؟ هننتجريت ده مع ده مع ده، وطبعا ده موضوع صعب جدا وياخد وقت، وممكن وكتير من الحاجات ديت ما بتكملش للاخر. طب اعمل ايه؟ عندي حل سحري جدا اسمه الار، روبوتك بروسيس اوتوميشن، الار بي اي. الار بي اي جوه مايكروسوفت 365 عندنا باور اوتوميت، الباور اوتوميت جواه حاجه اسمها باور اوتوميت ديسكتوب. هنديفلوب روبوت، الروبوت دوت هيقوم بوظيفه الاي تي اللي هو بيعمل الكلام ده مانيوال. طيب، البروسيس هتنشيت ازاي؟ هتنشيت من عن طريق الاتش ار. طيب، لما نيجي نفكر في اي سيناريو، على فكره اي سيناريو اوتوميشن لما نيجي نفكر فيه لازم نفكر ازاي نسهل على الموظف، مش ازاي نصعب عليه. مين اللي بيشتغل في الموضوع دوت؟ الاتش ار. طب الاتش ار ازاي نسهل عليه؟ افضل حاجه نسهل عليها عندنا كذا حاجه. اول حاجه ممكن اعمل له شير بوينت ليست يضيف فيها كل الناس اللي هتمشي وكل الناس الجديده. طيب، هيقول لك لا انا مش عاوز اخش على السيستم ومش عاوز احط السيستم والحاجات ديت، اقول له مفيش مشكله. هقوم جاي عامل ايه؟ اقول له خلاص يا فندم، انت لما تيجي تبعت شيت الاكسل ابعته على مين انبوكس معين. تمام، هيجي الاتش ار يبعت ايميل. تمام، اول ما يبعت الايميل هيبعت الايميل على ميل بوكس، باور اوتوميت هياخده، مايكروسوفت باور اوتوميت هياخده، هيقوم عم تريجر ورك فلو، يقوم واخد الناس اللي جوه شيت الاكسل ده ويقوم باعتها للار بي اي. الار بي اي يدخل على الاكتف دايركتوري، دي اكتف، هنفترض مثلا ان هي موظفين جديده، هيقوم مضايف اكونت جديد وبعدين واخد الايميل بتاعه، وبعدين يروح على السي ار ام يكريت الاكونت، وبعدين يقوم واخد الاكونت بعته للموظف، وبعد كده يروح على سيستم الاتش ار يكريت الاكونت. نفس القصه لما نيجي نعمل ندي اكتيفيتي للموظف، نفس القصه الار بي اي الاتش ار هيبعت ايميل على ميل بوكس معين، الميل بوكس ده هي تريجر ورك فلو، الورك فلو هيبدا الار بي اي او الروبوت اللي احنا عملناه يبدا يشتغل، هيروح يدي اكتيفيتي الموظف، بعد كده يقوم دي اكتيفيتي الاون بريم، بعد كده يروح على السيستم اتش ار يدي اكتيفيتي. تخيل احنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا عملنا اوتوميشن لكل السايكل دي. انا عاوز اقول ان السايكل دي مرهقه جدا 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 للشركه، بتضيع وقت الاتش ار، بتضيع وقت الاي تي، بتخسر وقت وفلوس كتير جدا. لما احنا فكرنا لو انا عندي مايكروسوفت 65 وفكرنا ازاي نشتغل عليه وازاي نيوتلايز التكنولوجيز بتاعتنا، تشوف طلعنا بسوليوشن عامل ازاي. وهكذا في كل السيناريوهات والبزنس كيس. خليكم معايا، كل شويه هنتكلم على بزنس كيس معينه. لو انت عندك بزنس كيس ابعتها لي، هندسكسها ونشرحها ونشوف حلها ازاي بمايكروسوفت 365.